ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إني أريد دار هجرتكم؟ من الذي أراه دار الهجرة؟ الله. من الذي حدد له غيبة وطابة؟ الله. لقد تحمل أصحاب النبي في سبيل دعوة الإسلام ما تنوء بحمله الجبال الرواسي، عذبوا وأوذوا. استشهدت أول شهيدة في الإسلام في سبيل الدعوة إلى الله، سمية أم عمار. عذب آل ياسر حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون، ولا يملك صلى الله عليه وسلم أن يدفع عنهم الأذى إلا أنه يسليهم ويصبرهم قائلا: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كان سيدنا بلال يخرجه من يمتلكه إلى بطحاء مكة فيجرده من ثيابه ويضع عليه الحجر فيئن من الحرارة، وما كان ذلك يصرفه عن دينه ولا عن النشيد الذي كان يردده: أحد فرد صمد لا ولد ولا ولد له جبين قد سجد. فكيف يزعم هؤلاء أن أصحاب النبي لم يتحملوا المسؤولية وفروا هاربين؟ إن القرآن الكريم بعد هذه المقدمة العقلية المنطقية يقرر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل رسوله ما هربوا ولا خرجوا، وإنما أرغموا على الخروج، وإنما أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق. تهمتهم وجريمتهم التي ارتكبوها أنهم قالوا ربنا الله. فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا، وفي حق نبيه كما سمعنا في تلاوة اليوم: إلا تنصروه فقد نصره الله. هل القرآن الكريم قال في حق النبي خرج؟ لا. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كيف يكون هجرة الصحابة؟ كيف تكون هجرة النبي هروبا وفرارا؟ كلا وألف كلا، كبرت كلمة تخرج ممن قالها إن يقولون إلا كذبا. إن هجرة رسول الله وهجرة أصحابه إنما هي من أجل وجود وطن صالح لأن ينشر فيه الحق والعدل ويقضى فيه على الظلم والباطل، بعد أن أصبحت مكة بيئة تأبى الإسلام وتضطهد أهله، فأراهم الله دار هجرتهم وهي مدينة رسول الله التي باركها الله بهجرة النبي إليها، فأصبحت طاهرة وطيبة، وبارك الله في مدها وصاعها، وبارك في هواها ونقى جوها، وأصبح مناخها صالحا لعيشة هنيئة طيبة تحققت فيها السكينة والأمن والسلام، وانطلقت كلمة التوحيد من ربوع هذا البلد الآمن. والله أعلم.
بارك الله في أستاذنا وعلمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الجواري. والآن نستمع إلى مع الأستاذ الدكتور محمود الصادق. فليتفضل مشكور.